في أحد مزعل نادي الهلال بعد التعاقد مع كولوبالي؟ روبن نيفيز، ميلينكوفيتش سافيتش. وبعد رحيله قالوا جمهور الهلال كان زعلان. مين اللي بيقود الهجوم؟ الهلال الآن أرسل عرض رسمي. المين؟ الدبابة فولهام اللي كنا ناخذه بالفانسي قبل هالاند. نعم، ميتروفيتش. اسم مو طبيعي. الهلال كان مصر على لوكاكو، رب ضارة نافعة. لوكاكو رفض، الهلال غير الوجهة إلى ميتروفيتش. يا عيال ميتروفيتش خلفه سافيتش وخلفه روبن نيفيز، إيش بيسوي فينا هذا؟ ما هو طبيعي. وزيادة على كذا عمره 28 سنة فقط. سافيتش 28، روبن نيفيز 26، هذا 28، كولوبالي 31. الهلال قاعد يبني جيل ويبني فريق يستمر لسنوات. ميتروفيتش هداف دبابة. ألكسندر ميتروفيتش لاعب مع فولهام تقريبا 180 مباراة، سجل ما يقارب 100 هدف. خيار ميتروفيتش هو المناسب للهلال، وغير كذا مناسب للعب الهلال. المهاجم هذا مرعب، فإذا جاء من الممكن يعني الأرقام تطير، ولكن فولهام يميلون إلى رفض العرض. الهلال أرسل عرض بتقريبا 30 مليون يورو أو باوند، احسبها